أيها الأخوة، أدرك كما تدركون أن الوطن العربي أرضاً وشعباً يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله. تحديات داخلية تتمثل في خارجين عن النظام وغائبين فكراً وعقلاً وضالين عن سلامة وسماحة العقيدة، ينتهكون حقوقهم وحقوق الوطن والمواطن، يعيشون مع الشيطان وللشيطان يعملون، ولا بد من التصدي الحازم لهم. وتحديات خارجية تقودها أطماع أشرار في مقدرات الوطن العربي، تحديات تهدف إلى زعزعة دول العالم العربي وتهديد كياناتها وتفتيت وحدتها والسيطرة على ثرواتها وتشديد مواطنيها في متاهات الضياع والفقر والجوع والمرض. تحديات بعضها يستثمر الاختلافات المذهبية لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهدافه، وبعضها بدوافع سياسية واقتصادية. وإن لم يتم مواجهة مثل هذه التحديات بحزم وحسم، فإننا سنواجه لا قدر الله نتائج مؤلمة